3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. السلام عليكم، مرحبا بكم. قبل كنت كندير التسخينات قبل ما نبدا الفيديو، نعمرو الكريشه عاد نبداو الفيديو. اليوم غادي ندير فيديو جاوبوا السؤال وغادي نجاوب فيه على كاع الاسئله اللي خليتو ليا في الفلوق اللي فات، فبقاو معنا. اغلب الاسئله ديالكم كانوا على الدراسه، فغادي نشوفوا السؤال الاول. المهم السؤال الاول جا من عند واحد قال لك واحد الاخ سميتو مجيد، قال لك باغي يدير ليكونومي، واش ندير ليكونومي، واش شنو كتقول على ايكونومي في روسيا. باش نسالو هذا الموضوع ديال، حيت اغلبيه كيسولني يقول لي شنو باش تنصحني شنو ندير. داكشي دير داكشي اللي بغيتي انت، داكشي اللي كيعجبك. راه روسيا في اي تخصص بغيتي تقرا راه كاين فيها، اي تخصص يطيح لك في بالك وبغيتي ديرو اجي. غير حنا في المغرب كنتبعوا الموجه، مشى الاول دار الطب تبعوا كلشي، مشى دار الطب ولا فارماسي ولا ما عرف شنو كيدير. هذا ماشي كنقلل من الطب ولا شي حاجه، واللي كيدير شي حاجه كاين اللي كيمشي يدير الطب حيت كيعجبو الطب، وكاين اللي دايز من هنا كما كنقول. اش غنقول لكم، داك اللي قلتي ليكونومي مزيانه بزاف وديرها. انت بغيتي دير، اذا انت كتعجبك وانت باغي انت ديجا عندك فيها اجازه، فاجي كمل الماستر هنا وغيدوز كلشي مزيان ان شاء الله. السؤال الثاني من عند واحد الاخ سولني قال لي كيفاش كتدبر الكرا وشحال الاثمنه ديال الكرا. كيفاش كتدبر الكرا؟ كاين بزاف الانواع. كاين تقدر مباشره مع الشخص اللي باغي يكرا، تسول شي واحد، شي صاحبك كيعرف شي واحد، تقدر تلقى اعلان، تقدر تمشي عند شركه تدبر لك. والحل الاخر وهو اللي كيستعملوا اغلب الطلبه الاجانب بخصوص اللي كيجيو لروسيا، هو افيتو. كتدخل افيتو كتقلب الاثمنه، نقول لك كيبداو من 1500 درهم، و 1000 ملي نقول لك 1500 درهم راه كنهضر لك على البيت، غرفه غتكري غير بيت في دار، حتى كيوصل من غادي تبغي تكري الدار كامله تقدر توصل لك 2500 3000 درهم 4000 درهم على حسب المنطقه فين غادي تسكن انت. واش في نواحي المدينه قريب شويه للسونتر، في السونتر فيل، يعني على حسب داكشي. ولا انا ما فهمتش، كيسولوني بزاف، بغيت نكري انا ما فهمتش علاش بغيتو تكرو. مادام ان بامكانك انك تسكن في سكن جامعي ومتاح لك السكن الجامعي باثمنه ارخص، راه كنهضر لكم على 700 روبل في الشهر. 700 روبل هي 120 درهم في الشهر اللي غادي تخلص السكن الجامعي. هما كيجمعوا لك العام كامل، ضرب 120 في 10 شهور، شهرين ما كتخلصهاش، حيت العطله كتسال القريه كترجع لبلادك. اذا ما رجعتيش لبلادك راه كتخلصها. حنا نديرو دوك شهرين غترجع لبلادك، اضرب 10 شهور في 120 هي 1200 درهم، مقارنه بين 1200 درهم و 1500 درهم البيت ومع بنادم براني وداكشي. اللهم السكن الجامعي غادي تقولوا لي وانت قلتي اذا جيتي مع الشناوات، داكشي على حسب انت فين طحتي. اذا طحتي في شي سكن جامعي حدا ناس خايبين وداكشي كطلب تبدل. لا بغيتي تبدل كتبدل. كنعرف بزاف داك صاحبي اليمني اللي كنت نشوف في واحد الفلوق هضر على السكن الجامعي، داكشي راه تبدل مشى لواحد السكن جامعي احسن. حنا باش نهنوا هادشي كامل ان شاء الله في شي فلوق نهضر مع شي واحد كيسكن في سكن جامعي يدخلني ونصور لكم احسن سكن جامعي في هذه المدينه اللي فيها انا واخيب سكن جامعي. وديك الساعه نتوما غديروا مقارنه وتشوفوا واش بالنسبه لك مزيان تسكن في سكن جامعي ولا تكري الراس. قبل ما ندوزو للسؤال الثالث نسنابيو معاكم، وهذه المهم اش كيقولوا لها مناسبه انكم تتبعوني في سناب شات. يلا نتوما تشوفوا راسكم في سناب شات. انا كنصور فيديو جديد ترقبوه قريبا. راه لا حاليا دابا راه كنهضر وكنصور سناب شات، يعني جوج لحظات. نتوما غادي تشوفوها في فيديو جديد، نتوما تبعتوني في سناب شات غادي تشوفوها. كان واحد الفاصل اعلاني قصير، ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث بعيد تماما عن الدراسه. اول مره كيصرني واحد السؤال بعيد على الدراسه. خويا اسماعيل كي كدير تتحمل داك البرد؟ انا غير في المغرب وما كنقدرش نتحمل ملي كيكون الجو بارد. انا نجاوبك، كتشوفني دابا ياك كتشوفني هكا. دابا ناقص جوج. هنا في الدار اش غنقول لك، الدار سخونه حيت موفرين لينا وداكشي ماشي تسمعوا داكشي فابور، انما كنخلصوا داخل في الفاتوره ديال الماء والضوء. كصيف فصل الشتاء كيطلقوا لينا دوك السخانات اللي في كل بيت كتمشي قال لك بالبخار الماء وداك التخربيق على ما شرحوا ليا. كان واحد الطوبو كل طبقه دايز ليها وكل ابارطمون دايز ليها، وكتلقاه في اي بيت مشيتي ليه كتلقى داك السخان كيسخن الدار كامله. هذا من جهه في الدار. كتخرج الزنقره كتلبس مزيان، كتطلع للطوبيس كتلقى حتى الطوبيس فيه التدفئه، كتخرج من الطوبيس كتمشي بقى شويه 5 4 دقائق كتدخل الجامعه كنحيد الكبوت كنمشي. كاين واحد البلاصه خدامه فيها واحد السيده ولا واحد السيد كتعطيه الكبوت ديالك، كيعطيك واحد النمره كديرها في جيبك كتمشي كتقرا.
المدرسه فحال الدار سخونه، هذا ما كان. السؤال الرابع بحال السؤال الاول تا هو كيهضر على ليكونومي ولكن بشكل مختلف. قال لك صاحب السؤال واش كاينين جزائريين ومغاربه دايرين ليكونومي؟ وي كاينين جزائريين ومغاربه دايرين ليكونومي. السؤال الخامس واللي عجبني بزاف كيسول على واش ممكن انك من بعد ما تسالي القرايه ديالك تستقر في روسيا بحال اغلب الدول الاوروبيه الاخرى من كيسالوا القرايه. الاجابه السؤال نعم، ولكن عندها شروط. انك باش تستقر في روسيا لابد من الاقامه، ولا بغيتي تحصل على الاقامه خصها تكون عندك اللغه. كنظن هذه ساهله للناس اللي كيجيو يقراو هنا بالروسيه، فمع مرور السنوات كتقرا 5 سنين 6 سنين 7 سنين فكتكتسب اللغه وكتولي عندك اللغه سهله. من بعد كتطلب بالاقامه، من كتطالب بالاقامه كدوز امتحان اللغه وكتحصل على الاقامه. امتحان اللغه وبعد الاوراق. ما تدخلوش في تفاصيل هادشي حيت هذا ماشي السؤال ديالنا. كانوا هما هادو الاسئله اللي طرحوا عليا في الفلوق الاخير. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو قليلا، وشكرا للاسئله ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا على الكومنتيرات، وشكرا على لايك ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. كيف ما العاده اذا عجبك الفيديو دير واحد لايك. علاش ديما كنقول لايك؟ لان من كدير انت لايك وكنشوف ان عدد ديال لايك كبير بزاف فكنعرف ان داك المحتوى اللي كندير لكم كيعجبكم. فدير لايك وخلي كومونتير، خلي فيه الراي ديالك باش نعرف رايك في الفيديو، واش عجبك، شنو الاشياء اللي ما عجبتكش، شنو الاشياء اللي خصك تبدلو. واذا كان عندك شي تساؤل حتى هو خليه في الكومونتير، وبارطاجي مع صحابك. علاش كنقول بارطاجي؟ باش كيشوفوا ناس جداد وكينضموا للعائله ديالنا والقناه ديالنا. ناس جداد يقدروا يكونوا مهتمين بهذا الشيء اللي كندير، والناس اللي جداد ديروا اشتراك. وعلاش كنقول اشتراك؟ باش يبقى يوصلكم الجديد اللي كنديروا في القناه. وبسلامه عليكم، نشوفكم في فلوق ولا فيديو جديد. خوادري قال لي بقى غوت في الفيديو باش نسمعوك. غوت ناوي يشري لي الصداع مع البوليس. عرفت شحال الساعه دابا؟ شحال الساعه؟ ناقص 2. مزيان نرجعوا ليه. فمن كلياش انني نغوت في هاد التوقيت.